الكلمات دائما لها أثر على الناس ولها تأثير بارز وعميق. من فينا ما يحب يكون فنان في كلامه ومؤثر بأي شيء يقوله وكمان ملفت للأنظار؟ ومين اللي ما يحب تكون كلماته قوية ورنانة؟ مين اللي حابب يكون له حضور طاغي وصوته يسكت الكثير من الناس؟ في أشخاص عندهم مشكلة الخوف من الكلام عند الناس ويحسوا برهبة لما يتكلموا وسط الناس، يفكروا 1000 مرة قبل ما يتكلموا بسبب خوفهم من التنمر أو السخرية عليهم من أشخاص ما عندهم أي علم بفن الكلام. إذا كنت واحد منهم، تعالوا خلينا نشوف كيف تقدر تتخلص من هذه العادة اللي بالطبع بتدمر لك كيانك بين الناس، واكتسب مهارات التخاطب وتفنن بكلامك مع الناس. الكلام فن والسكوت برضو فن، يعني إذا تكلمنا لابد أن يكون لكلامنا معنى، وإذا سكتنا برضو لابد أن يكون لهذا السكوت معنى. فن الكلام هو مهارة كلنا نقدر نكتسبها، بس كيف؟ كل هذا بنتكلم عليه في كتابنا اليوم، فن الكلام. فن الكلام هو حجر الأساس في حياة أي حد فينا، سبب رئيسي لتكوين العلاقات أو هدها. في علاقات كثيرة تدمرت عشان كلمة، بيوت تهدت عشان كلمة، قلوب انكسرت عشان كلمة. هذا الكتاب يوضح أهمية الكلام وأساسيات الحوار الناجح اللي كلنا محتاجين له في روتين حياتنا، في تعاملنا مع كل شخص يمر من حياتنا، سواء في الشغل أو في الجامعة أو حتى في الشارع. وضح الكتاب كمان مهارات التواصل وكيف مهمة جداً في الحياة بشكل عام. الأشخاص الناجحين اللي كلنا نشوفهم ونعرفهم ما حققوا هذا النجاح اللي إحنا نشوفه إلا وكانت مهارات التواصل سبب رئيسي لهذا النجاح. ليه طيب؟ لأنهم عرفوا كيف يوصلوا غايتهم للناس، كانوا متقنين لمهارات التواصل، الشيء الوحيد اللي يعبر عنهم وعن أفكارهم ومعتقداتهم اللي داخلهم. عبروا عن أنفسهم بطريقة سهلة وصحيحة، وتواصلوا مع الناس بذكاء وحكمة، كسبوا قلوب الناس وحققوا نجاحات واسعة. الكاتب يبرز عدة نقاط ومحاور أساسية، منها أهمية السؤال وكيف نتعلم نسأل. إحنا دائماً تعودنا نجاوب أو نرد على الأسئلة في كل مرحلة من مراحل عمرنا، في المدارس، في الجامعة أو في الشغل. ما تعلمنا كيف نسأل. طبعاً مش تعميم، بس الأغلب يواجه نفس الشيء. وضح أن طريقة السؤال تتكون من 3 عناصر: مقدمة، عرض المشكلة، وبعدين السؤال. أنا شايف أن الموضوع كبر شوية وصار له شروط، وهو بس مجرد سؤال. لكن خلونا نكمل ونشوف الكاتب الدكتور إيش يحب يوضح. يقول هنا السؤال لازم يكون بألفاظ سهلة ومعاني واضحة، يعني ببساطة ما تحورش، وخلي كلامك بسيط ومرتب عشان غيرك يفهمك. بلاش لف ودوران في طريقة السؤال، اسأل بشكل مباشر وبسيط وخذ الإجابة اللي أنت محتاجها وخلاص. رجع الكاتب وقال لازم نفهم العناصر الأساسية لفن الكلام عشان تكون سيد زمانك وانت تتكلم، وصاحب كلمة قوية ويكون لحضورك قيمة. في 4 عناصر لو فهمتهم بتحلو الدنيا معاك، بذكرهم وبعدين بشرحهم عشان نستوعب ونعرف الفرق بينهم. 1. الاستماع. 2. المقاطعة. 3. الفرق بين الجدل والنقاش. 4. دائرة العشم. اثقل وخليك مستمع أكثر من متكلم. اتفنن بالاستماع، لأن الاستماع أول فن من فنون الكلام. في مقولة لعمر بن الخطاب يقول فيها: ندمت على الكلام مرات ولم أندم على الصمت مرة واحدة. أكثر شيء استغربت وأنا غارقة في تفاصيل الكتاب لما قال الكاتب أول فنون الكلام هو عدم الكلام. بصراحة كنت محتارة وفكرت لأي مدى بيكون الصمت أو السكوت يعتبر فن الكلام. وقتها قررت أكمل وأقرأ وشفته يتكلم عن فن الاستماع. خلونا نشوف. الاستماع أو الصمت له نوعان: صمت إيجابي وصمت سلبي. ضروري نعرف نفرق بينهم. الصمت السلبي ناتج عن قلة الثقة بالنفس وخوف الشخص من الهجوم عليه. هنا الصمت يكون ضرره أكثر من فائدته. أنا شايفة إذا أنت خايف من هجوم الناس عليك أو متردد بالكلام، لازم تكسر الحاجز وتتعلم فن الكلام. وقتها ثقتك بنفسك بتزيد على طول. طيب كيف يكون الصمت الإيجابي؟ وهل فعلاً بيخليني إنسان لي حضور مع إني ساكت ومش بتكلم؟ خليني أفهمك إيش هو الصمت الإيجابي. إنك تعطي الشخص اللي أمامك فرصة يتكلم وفرصة لنفسك عشان تفكر وتتأمل وتكسب خبرات في أي موضوع. خليه يتكلم، إذا مش فاهم اسأل وما تنحرج. طبيعي جدا في حاجات كثيرة ما نعرفها مهما كانت معلوماتنا كثيرة، وإذا في أي إضافة حابب تقولها قولها بس في الوقت المناسب. نفهم هنا إن الصمت أفضل من الكلام، زي المثل المعروف اللي يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. السكوت أفضل لما يكون الكلام مش مناسب للوقت ولا للزمان ولا للمكان. قد يكون الكلام اللي حابب تقوله مهم ومفيد،
بس إذا كنت مش مراعي للوقت ولا للمكان، هنا يكون السكوت أفضل. يعني افهم متى تتكلم ومتى تسكت، متى يكون الكلام فضة ومتى يكون السكوت من ذهب. لا تتكلم وترغي كثير طول الوقت في كلام ما منه فايدة، ولا تسكت طول الوقت. المهم اسمع لقد ما تقدر. المستمع الجيد يحصل على قلوب الناس بشكل أعمق. الآن هنا السؤال، كيف نكون محترفين في الاستماع أو الصمت؟ دائما الإنسان يحب يتكلم على نفسه وعلى مشاكله ونجاحاته، ويلاقي صعوبة بحد يسمعه بتركيز. نيجي هنا للصفات اللازمة للمتحدث الذكي، اللي هو بالطبع مستمع ذكي بلا شك. افصل خبراتك الشخصية عن الموضوع اللي تسمع له. إذا كنت من الأشخاص اللي ما تسمع كثير، لازم تتدرب على الاستماع، خاصة مع الأهل. هذه الأيام نشوف في البيوت بين الأب والأم والإخوة ما يعرفوا تفاصيل بعض المهمة، ما يعرفوا حتى القليل من حياة بعضهم البعض. هنا يكون دور الآباء على أبنائهم في الاستماع الذكي والحوار الجيد، لأنه بيخلق بينهم روح حلوة وألفة بين أفراد الأسرة، والوضع بيكون أفضل لكل الأفراد أكيد. تعالوا أقول لكم على كلمة السر اللي بتخلي الحوار ممتاز. اهتم بالمتكلم أكثر من اهتمامك بموضوع الكلام، لأن المهم هنا المتكلم. أكيد الكلام مهم، بس مش بقدر أهمية الشخص المتكلم بالنسبة لك. خلي كلمة السر هذه براسك وطبقها، وبتشوف إن الوضع حلو معك. أكيد الإنسان لما يشوف شخص يقدر اهتماماته ويسمع له بعمق على طول يحبه، أو أقل شيء يرتاح له، لأنه بيكون شاف اللي يهتم بكلامه بزمن ما نشوف فيه اهتمام حقيقي. هذه النقطة كلنا محتاجين لها تكون في بيوتنا، بتعالج لنا مشاكل حقيقية وبتسد فجوات عميقة داخلنا. بالنسبة للطرف الثاني اللي هو المتكلم، تعال بقول لك كيف تجذب اللي أمامك وما تخليه يمل من كلامك. أول حاجة تعملها، خليه يحس إن رأيه مهم عشان يركز معاك وما يتوه منك. ثاني حاجة، في وسط ما أنت تتكلم اشركه بكلامك وخليه يجيب وجهة نظره. خليه يحس إنه مهم عندك، عشان كذا أنت نويت تكلمه هو بالتحديد، مش بس فضفضة والسلام. من الحاجات اللي تخلي الناس ما يحبوا يسمعوك أو حتى يتجنبوا الكلام معاك كثر الشكوى. البعض مننا يفقد أصدقائه بشكل سريع، خاصة في هذه الظاهرة مستحيل ما يكون مر فيها الكثير مننا، اللي هي لما تيجي تتكلم مع حد في أي موضوع يقاطع كلامك ويقول أوه أنا كمان صار معايا. تقول له أنا طفشان، يقول لك يا عم أنا طفشان أكثر منك بس بشكل أقوى. ما يسمح لك تتكلم إلا ويتكلم عن نفسه بنفس المواضيع اللي حصلت معاك. بصراحة حاجة مستفزة، حتى لو كان معاه حق. استنى خلص كلامي وبعدين نتفاهم. طبعا هنا سماها الكاتب نظرية وأنا كمان. الإنسان كثير الشكوى بعيد كل البعد عن فن الكلام. صحيح ما في أي مشكلة تشكي وتفضفض من وقت للثاني، بس المشكلة إنها تكون عادة دائمة. نرجع للنقطة الثانية اللي ذكرها الكاتب في الأربع العناصر الأساسية لفن الكلام، وهي المقاطعة في الكلام. بصراحة عادة سيئة جدا تفقد قيمتك وهيبتك أمام المتكلم، وأغلبية البشر ما يحبوها. عشان تضبط نفسك وتكون قيمتك عند الناس عالية من خلال كلامك، اسمع كلمة السر هذه. عامل الناس زي ما تحبهم يعاملوك. أكيد ما فيش حد يحب إن حد يقاطعه وهو يتكلم، يعني عاملهم على نفس المبدأ اللي تحبه. وضح الكاتب إن مقاطعة الكلام لها 5 أسباب، يعني إن الأشخاص اللي تقاطعك لهم أسباب في دماغهم، وهيذكر الكاتب الأسباب عشان تتجنبها، ونبدأ بأولهم. لما يكون المستمع مو مهتم بالمتحدث أو بالكلام نفسه، فيخليك تنهي كلامك. إذا حصل معك هذا الموقف، حاول تلاقي موضوع مشترك بينكم عشان تستمتعوا مع بعض ويطول الحوار. الشيء الثاني، نقطة المعارضة. هذه النقطة سبب رئيسي لتدمير العلاقات الاجتماعية، بمعنى إنه يقاطع كلامك عشان بس يعارضك، لأنه وجهة نظرك غير وجهة نظره ومو متفقين على الموضوع أو الفكرة. إذا حصل معك هذا الموقف، حاول تخليه يوضح وجهة نظره، وانت كمان وضح وجهة نظرك، ومين يدري ممكن تتفقوا على وجهة نظر واحدة نتيجة لاستماعكم لبعض. الآن لأننا نعرف أن المقاطعة غير محببة إيش ما كان السبب، فالمقاطعة لموافقة الرأي أو للضحك والهزار كمان مو مرغوب فيها إطلاقاً. ضروري نفرق بين الكلام الجاد والكلام اللي فيه ضحك. تعالوا نشوف النقطة الثالثة اللي ذكرها الكاتب في الأربع العناصر الأساسية في فن الكلام، الفرق بين الجدل والنقاش. معرفة الفرق بينهم مهم عشان نعرف نتعامل مع الأشخاص ونفهم توجهاتهم بالنقاش وهتروح لفين. بنحاول نبسطها عشان نفهم الفرق بسرعة. النقاش محاولة الوصول للحقيقة بالرغم من اختلافات وجهة النظر، لكن الجدل هو محاولة فرض رأي شخصي على الموضوع اللي نتكلم فيه.
كيف أميز إن الشخص هدفه الجدال؟ ببساطة دائما الشخص المجادل يكون صوته عالي وسريع في الرد، كثير المقاطعة، والأهم من كذا ينتقدك كشخص ما ينتقد الموضوع. إذا واجهت شخص أثناء الحوار يجادلك ويرفع صوته، ما تحاول تسكته، اتكلم معاه بصوت واطي، وكل مرة يرفع صوته أكثر وطي صوتك أكثر، وهو تلقائيا بيخفض صوته. هذه النوعية من الأشخاص أول ما تشوفهم لا تتعب نفسك وتحاول تحاورهم، لأنهم حاصرين أنفسهم بزاوية ضيقة ودائما شايفين إنهم الصح، فعلى طول اهرب. مش بالشرط تكون الطرف الغالب وتكابر على كلامك عشان تثبت إنك الصح، وكلامك عين العقل، خليك مركز على الحقيقة فين ما تكون. خلونا نتعود دائما لما نضطر وننتقد شخص لازم ننتقد الموقف أو الموضوع مش الشخص نفسه، عشان ما ينقلب النقاش إلى جدل. نيجي هنا للنقطة الرابعة والأخيرة في الأربع العناصر الرئيسية اللي هي دائرة العشم. إيش يقصد الكاتب بدائرة العشم؟ يقصد الناس القريبة منك من الأهل أو الأصحاب اللي ما في بينك وبينهم أي حواجز، وبالفصيح كذا متعشم منهم كل خير، ومهما سويت أو صار بينكم يظل العشم أقوى وتمونوا على بعض. المعنى هنا إنك لما تكون محاط بدائرة العشم ما تحاسب على تصرفاتك وتعمل أخطاء عندهم ومتوقع إنهم ما بيتضايقوا وبيعدوها، وهذا مش معناته ما في كلفة بينكم، يعني كلامك يكون ناشف وجاف وأسلوبك مش لطيف، لأنه مع الوقت العلاقة تنهد شوية شوية. الكاتب هنا يقول لازم نتعامل معاهم باحترام أكثر، زي ما إحنا نحبهم لازم نحترمهم بنفس الطريقة. بنتوقف هنا في المحطات السبع لفن الكلام. هذه المحطات تخص حوارات واقعية ومواقف حقيقية كلنا نتعرض لها ونتعامل معاها بشكل أو بآخر، اللي هما المكالمات التلفونية، العتاب، الغيبة، التعميم، اللزمة. حضرتك للمصريين يقصد فيها الاحترام بالألقاب، وكمان محطة الكلام وأخذ وعطاء. بنتكلم على كل نقطة بشكل سريع. نبدأ بأول محطة، المكالمات التلفونية. يقصد فيها المكالمات التلفونية المجهولة، الأشخاص اللي تحاول تمتحن ذاكرتك بدون ما يعرفوا على أنفسهم، زي اللي يقولك أول ما يتصل بيك أنت مش عارفني لازم تفتكرني، مع أني ما عرفتك يا أخي. طبعا عشان تستخدم فن الكلام بحياتك لا تمتحن ذاكرة الناس في التليفون. من الطبيعي لما تتصل تعرف على نفسك وتقول اسمك أولا. المحطة الثانية، العتاب. دائما الناس تعاتب من زيادة الود والعشم، لكن كثر العتاب بيخلي الشخص مش مرتاح أبدا ويستثقلك بمعاملته، زي اللي يقابلك بعد فترة طويلة ويقولك كده ما تسألش علي طول الفترة دي، هو احنا مش صحاب ولا ايه؟ وانت على طول دماغك يفكر هو انت ما تسألش ليه كمان. الموضوع مألوف على الأغلب، عادة الناس ما تبادر بس تعتب عليك إذا ما كنت أنت المبادر بالسؤال. خلاصة المحطة الثانية تقول أقل القليل لا تبدأ محادثات الناس بعتاب عشان ما يكونوا يستثقلوا شوفتك والكلام معك. المحطة الثالثة، الغيبة، وهنا بالتحديد من ذكرت من منظور ديني، ذكرها الكاتب كفن من فنون الكلام. بلاش نذكر الناس بشيء يكرهوه بغيابهم، حتى لو كان الكلام صح، أو حتى لو كنت قادر تواجه الشخص بالكلام هذا. الكلام يجرح سواء بحضوره أو بغيابه، مش بالضروري نتكلم فيه. مهما كانت حكمتك ولباقتك لا تذكر حد بشيء يكرهه عند الناس، هذا أكيد يقلل من الكاريزما الخاصة فيك، وكمان يقلل من رصيد ثقة الناس فيك، وأكيد بينعكس عليك بالسلب. المحطة الرابعة، التعميم على أي موضوع في أحكامك وآرائك، زي لما نقول الناس كلهم مصلحية أو ما فيش خير في الدنيا. التعميم بالسلب أو بالإيجاب يبين إنك تشوف الدنيا من زاوية ضيقة وتحكم على الدنيا من خلالها. إذا كنت من اللي يستخدموا التعميم أو المبالغة، خليك معتمد على كلمة أعتقد أو الأغلب عشان ما تعرض نفسك للإحراج. المحطة الخامسة، اللزمة، يعني الكلمات اللي تستخدمها في كلامك وتكررها أكثر من مرة في وسط الكلام، زي كل شوية يقول أنت فهمني، كأنه اللي قصاده ما بيفهمش. هذه اللزمة تخلي المستمع يتوه من موضوع الكلام ويركز فيها أكثر من كلامك. يسمعوك أكيد بس عقلهم يركز مع اللزمة، حاول تخفف منها لحد ما تتخلص منها. المحطة السادسة خاصة شوية بالمصريين وثقافتهم وحضارتهم العريقة، يستخدموا كلمة حضرتك تعبيراً لاحترام الشخص، وأكيد كل شعب له اللي يميزه كألقاب توضح احترام الآخرين. المحطة السابعة والأخيرة، الكلام أخذ وعطاء. شرح الكاتب فيها أنواع الحوار وشبه أنواع الحوار بمختلف الرياضات. تعال شوف أغلب حواراتك تشبه أي كرة، وإيش بالضبط اللي أنت بارع فيه. كرة التنس، يعني الحوار فيها عدالة ومساحة شخصية لكل شخص.
وإعطاء فرصة للمتكلم يتكلم براحته ويقول اللي هو محتاج يقوله. بينج بونج، الحوار هنا يكون فيه سرعة الرد والعصبية ومدته قصيرة، وأغلب هذا الحوار يكون بخصوص العمل. حوار الجولف يعني تسمع فيه خبرات شخصية وتسمح للمتكلم يتكلم لوحده لوقت طويل. حوار كرة السلة يكون فيه كل الأطراف تتكلم بدون ما يسمحوا لأي طرف محدد بالكلام. كرة القدم حوار جماعي كل الأطراف فيه يتكلموا ويعبروا عن رأيهم. بعد التشبيه هذا أكيد عرفت الحوارات متجهة لفين. نصيحة الكاتب هنا: بعد تشبيهه للحوارات اجتهد في اختيارك الأسلوب المناسب لتحصل على أعلى فائدة من الحوار. باختصار كذا، الحياة تنقسم إلى حاجتين اللي هما كلام واستماع. عشان تكون إنسان صاحب شخصية جيدة لازم تكون تسمع كويس وتتكلم كويس. إذا حاولت تستخدم فن الكلام في حواراتك خليك متأكد إنه هيفيدك جدا في كل حياتك. زي ما قلنا، اهتم بالمتكلم أكثر من موضوع الكلام. ولا تنسى المقولة اللي تقول: الأحمق الساكت يحسب مع الحكماء. وكذا نكون تعلمنا أساسيات فن الكلام وفهمنا كيف نستخدم أساليب معينة لإنشاء حوار ناجح بين الناس، وفهمنا كمان السؤال الصحيح هو نصف الإجابة، وذكرنا إن السؤال مهم، فإذا عندك سؤال اسأله، ما تنحرج أبداً في طرحه، بس بعد ما تتعلم فن السؤال. اتجنب مقاطعة الكلام وعامل الناس زي ما تحب إنهم يعاملوك لما تتكلم. خليك مركز إنك تدخل في النقاش مش في الجدال، ويكون كل همك الوصول للحقيقة مش إظهار تميزك على الطرف الثاني. آخر نقطة: انتبه على الذوق في القول والعمل، يعني اللي تقوله وتسويه داخل دائرة العشم هو العنوان الحقيقي لشخصيتك. على فكرة، في ناس كثير كلامهم زي السم، سواء على أرض الواقع أو على السوشيال ميديا. دائما كلامهم يجرح سواء بقصد أو بدون قصد. دائما نتمنى إنهم يراقبوا كلامهم ويتعلموا فن الكلام عشان كلنا نرتقي بكلامنا ويكون لنا أسلوب واعي في الحوار. نصيحة: إذا في بحياتك أشخاص لسانهم متبري منهم أو أسلوبهم دفش في الكلام، خليه يسمع الحلقة أو يقرأ كتاب فن الكلام. دمتم بخير.